عمري ما هاكل بنتي كبده فراخ، لان انا عارف كويس الناس هنا بتربي الفراخ ازاي. يا اما مش بيحطوا ادويه خالص عشان الفراخ تبقى حلوه يا فرحتي، والسموم الفطريه متراكمه عندي في الكبد، يا اما مدين علاج ومش مركزين في حاجه اسمها فتره سحب، ومعظم الادويه والمضادات الحيويه بيحصل لها ميتابوليزم في الكبد اصلا ومتراكمه في الكبد. فانا في الحالتين كبده الفراخ دي مش ضامنها، يا اما فراخ مش واخده ادويه خالص ممكن تبقى فيها سموم فطريه، يا اما فراخ واخده ادويه وصاحبها مش مراعي فتره السحب فممكن يبقى فيها ادويه. للاسف ناس كتير ما عندهاش الثقافه دي، مش فاهمه يعني ايه سموم، مش فاهمه يعني ايه دواء، مش فاهمه يعني ايه فتره سحب، وبنأذي نفسنا بنفسنا، وفي الاخر بنيجي نستغرب السرطانات انتشرت ليه، مناعتنا بقت ضعيفه ليه كده. لازم يبقى في توعيه، لازم كل دكتور بيطري يفهم الناس يعني ايه دواء، يعني ايه فتره سحب، يعني ايه سموم، لان للاسف اللي بيربي اصلا مش ذنبه لانه مش فاهم. لازم قبل ما يدي دواء لحد نقول له ما تذبحش قبل كام يوم، لما يدي دواء لحد نقول له ما تاكلش البيض قبل كام يوم، لما نشرح دواجن نقول له خلي بالك الطيور عندك فيها سموم، ارمي الكبده بتاعتها وتخلص من الكليه بتاعتها وممنوع اكلهم. ده واجب على كل دكتور بيطري.